السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم مطبخ تدابير سكينة. اليوم جيت نحضر معكم العدس على طريقتي. كما راكم تشوفوا هنا عندي كاس عدس راني غسلته حطيته. هنا عندي زوج حبات زرودية قصتها مكعبات كما راكم تشوفوا. هنايا راه عندي شويه حامص، حبه طوماطيشه مربيه، وهنا راه عندي لي زيبيس. الملح على حسب الذوق. عندي على راس مغرف صغيره في الاسود بيض، لانه ماش عندي متوفر الاسود، راه عندي الابيض. عملت على راس مغرف صغيره في الاسود ابيض، جوج فصات ثوم، مغرف صغيره كمون، شويه زعفران، مغرف كبيره فلفل الاحمر، ومغرف صغيره طماطم المصبره. انا العدس نتاعي نطيبو بلا بصله، كاين اللي يحبوا بالبصله، انا نطيبو بلا بصله. كما راكم تشوفوا ها هما كامل المقادير امامكم. انا نكيل بهذا الكاس كما راكم تشوفوا. راح تشوفوا طريقه التحضير نتاعي. ها هي لاكوكوط تاعي باش نعمل فيها الزيت كما راكم تشوفوا. ها هي الزيت، الكميه تاع الزيت اللي عملتها. راح نزيد ربع طوماطيش، هذيك اللي ربيت هذيك الحبه. راح نزيد العدس نتاعي كما راكم تشوفوا. راح نزيد هذاك الحامص اللي عملته، وراح نزيد الزرودي، يعني كامل صوالح عملتهم في رحبه راكم تشوفوا. دروك راني حطيت لاكوكوط تاعي على الغاز، وراح نزيد لها هذيك كامل لي زيبيس. كاين اللي يحب التوميه يرميها واخيه، كاين يحب يقصى دي بتي صغار. كما راكم تشوفوا انا التوم قصيتها شويه شويه. دروك راح نزيد لي زيبيس نتاعي. كامل لي زيبيس راني غادي نخويهم في رحبه ونزيدهم ونخليها تتقلى شويه ونزيد عليها الماء. يعني والله العدس يجي في حلبنا روعه بهاد الزروديه والحامص، يجي بنين تاع بصح صدقوني، يعني تجربوه ما تندموش. بعد ما تقلى العدس نتاعنا كما راكم تشوفوا، درك راح نزيد عليه الماء باش ندلعو عليه ونخليوه يغلي كما راكم تشوفوا. تقدروا تعملوا الماء بارد ولا الماء حامض كما تحبوا. انا ديك فوا نزيد حتى البطاطا اللي ما زدتش البطاطا، ديك فوا نزيد فيه البطاطا مع ديك الزروديه والحامص، الحق يجي بنين تاع بصح، يعني جربوه وما تندموش. دروك راح نخليه يرفد الغليه نتاعو ونبلع عليه لاكوكوط. نتمنى ان تعجبكم الوصفه، ونتمنى منكم انكم تضغطوا على زر الاشتراك تاع القناه حتى يوصلكم دائما جديد، ودعموا القناه نتاعي بالجيم والكومنتير، هذا فضلا منكم وليس امر. نتمنى انكم تجربوا كامل الوصفات اللي نحطها لكم على القناه نتاعي، وان شاء الله تعجبكم. العدس نتاعنا دروك راه واجد، راه طايب، راح تشوفوه معايا في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. ها العدس بالحمص وزروديه كما راكم تشوفوا. نزيد عليه شويه قزبر من الفوق لان نحبه بالقزبر. وبالصحه والراحه. نتمنى ان عجبتكم الوصفه وانكم تجربوها معنا كما راكم تشوفوا. وبصحتكم وراحتكم.